ضحكوا عليكي وفهموكي ان انت ما تقدريش تعملي رز بلبن ينافس المحلات. اكسبلوروا لايك وشير ونبعد عن اذية الغير، ويلا بينا يا نجوم الكوكب نعمل رز بلبن احسن من المحلات. يلا بينا يا نجوم. هنشقلب حلتنا وننزل بيها بكيلو اللبن نسخنه شويه. بالتاني ميه بتغلي في حله تانية وهنزل بيها بربع كيلو رز. لما الرز ياخد ويدي بشكل ودي هجيب طبق وانزل فيه بكيس كريمه ابيض. كده هنزل بميه ساقعه حبه حبه واضربه لحد ما يهيش. ضربنا الكريمه هنزل بنصها على اللبن وهسيب نصها واقول لكم النص التاني هنعمل شكل الرز بعد ما استوى. عايز اقول لكم انا ما سويتش الرز في اللبن ليه؟ عشان خاطر اللبن بيتبخر والكميه بتقل. بعد ما حطينا الرز هنزل بكيس من الفانيليا. كده هنزل بسكر، والسكر ده حسب الرغبه. اخر حاجه بقى هجيب معلقتين نشا في كوبايه وادوبهم في ميه وانزل عشان اربط. الشياكه والحلاوه حاجه روعه روعه روعه. يكون عندي اي حاجه بقى من الفخار دي او الطبق الفويل تخش الفرن. هجيب معلقه كريمه اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو في كل طبق بالشكل الجامد. بعد كده هدخلهم الفرن لمده دقيقه واحده على الشوايه. عايزك تخش على الجمال والحلاوه. الله الله الله، بص رز بلبن بفرن، بص ابو من غير فرن مع شويه صوص كارمل بقى، حاجه جامده، حاجه روعه، حاجه اوعى، حاجه جامده جامده جامده. مشاركات كتير بقى يا اخواتي ولايكات كده وشهيصون الدنيا لو شايفين ان انا استحق.